إذا عندك مناسبة أو نفاس والطمينة تاعك تخرج لك حرشة وما تخرج لك رطبة وما تخرج لك طرية، هذه هي الوصفة اللي تسلكك. أنا جربت عدة وصفات وكل مرة تخرج لي نتيجة ما تعجبنيش، حتى توصلت لهذه الطريقة اللي عجبتني النتيجة تاعها واعتمدتها وتخرج يعني ما شاء الله كما يحب الخاطر. يلا نروح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ كمية من السميد المتوسط، أي سميد. أنا شريت سميد تاع الميزان، وتحطيه في مقلة وتبداي تحركيه حتى ياخذ اللون الذهبي على نار متوسطة. كي تشوفيه بدا يتحمر من الأسفل، هنا تنقصي كامل النار وتكملي تحركي يعني حتى يطيب مليح وياخذ اللون الذهبي. ما تتقلقيش عليه يتحرق من الأسفل، وهنا ما تخرجلكش من يتحرق ما تخرجلكش نتيجة مليحة. لازم على نار هادية حتى ياخذ اللون الذهبي. أنا كنت وجدت هذه كمية تاع كيلو سميد حتى ياخذ هذا اللون. جبت الطاجين، تحطي علبة تاع 250 زبدة ندوبها، ونجيب علبة تاع عسل اللي تقارب للعلبة تاع الزبدة. هنا نحطها بدون ما نسخن مباشرة. هذه العلبة نحطها عليها، هنا ضروري نميكسي هذه المقادير باش تخرج لي الطمينة تاعي طرية. لازم نميكسي ضروري حتى ما توليش الزبدة منفصلة على العسل، لازم يتخلطوا مليح. ايوا هنا نزيد تزيين، نزيد كمية حلوة الترك او جلجل محمص او كاوكاو مطحون، هنا المتوفر. وضروري كذلك نحط 2 ملاعق حليب بارد عادي كما راك تشوفي. نخلط هذه المقادير ونحط 2 عبار تاع سميد المحير. هذه حطيت الكيلة الأولى، 2 كيلات، الكيلة الأولى. وهنا إذا جربتيها أول مرة استعملي كمية قليلة، كاس زبدة دايبة، كاس عسل، و2 كيسان سميد محير. تخلطي ونزيد الكيلة الثانية. هاي أنا ما صورت حطيت الكيلة الثانية 250. وهنا للأمانة بقات لي قد 3 مغارف سميد في الكيلو، حطيتها كامل يعني كيلو سميد، علبة تاع 250 زبدة، وعلبة عسل. هنا يجيك جاري كما راكي تشوفي، تغطيه وما تخربيش فيه، ما تدوريش به حتى الصباح حتى يتشرب هذيك السوائل وينشف. ما تذوقيه ما والو، خليه حتى الصباح. أنا هنا قدمته من أجل التصوير، يعني زينت الصحن مباشرة وخليت هذاك الصحن من بعد حتى للصباح. فهنا تزيني بالأشياء اللي موجودة عندك، الطريقة اللي حبيتي والمتوفر. أنا زينته بهذه الطريقة، وحطيت حلوة تاع الترك في الأخير كما راكي تشوفي. هذه هي الوصفة، تخرج ما شاء الله، تخرج طرية، تخرج يعني كما يحب الخاطر. يعني هنا الصحن هذا زينته، لاحظوا كيفاش تخرج، وخليته كيما راه، خليته حتى للصباح حتى تشربت كامل ونشفت وتخرج طرية. واللي جربتها ان شاء الله وعجبتها النتيجة تاعها تخبرنا في لي كومونتير. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقة وشهيتكم في الجنة، وإلى الملتقى.